ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد من نيم ايرفي. النهارده معانا تجربة لأهم الألعاب زي لعبة ببجي وكول اوف ديوتي وفري فاير على تليفون شاومي المي 11 لايت 5G ان اي الجديد. الجهاز متوفر الآن من الشراء من خلال موقع أمازون ومن خلال فروع المي هوم. كمان متوفر مع الجهاز هدية اللي هي المي باند 6، وتقدر تشوف المراجعة الخاصة بتاعت الجهاز من الأعلى، تتعرف أكتر على الجهاز وتعرف أهم المميزات والعيوب الخاصة بيه. قبل تجربة الألعاب حابب أوضح أهم المواصفات الخاصة بالجهاز لو أنت مش عارفها. الجهاز بيجي معانا بشاشة من نوع أمولود بحجم 6.5 إنش بدقة فول اتش دي بلس مع دعم 90 هرتز، مع معالج سناب دراجون 778. والجهاز بيتوفر في مصر بثلاث نسخ: نسخة 6 جيجا رام مع مساحة داخلية 128، ونسخة 8 مع 128 مساحة داخلية، ونسخة 8 مع مساحة 256. الجهاز كمان بيتوفر فيه بطارية 4250 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع. لو عاوز تتعرف أكتر على الجهاز تقدر تشوف المراجعة الخاصة بيه وتتعرف أكتر على أهم المميزات والعيوب الخاصة بيه وكمان على أهم المواصفات. يلا مع بعض نبتدي تجربة الألعاب. البداية هتكون معانا مع لعبة ببجي الشهيرة بما إنها أكتر لعبة مطلوبة مننا تجربتها على الجهاز ده. اول ما هتفتح اللعبة وندخل على القسم بتاع الجرافيك هنلاقي اللعبة شغالة معانا على جرافيك HDR مع فريم ريت الترا، وكمان في وضع الاكستريم هتلاقيه شغال على الجهاز ده طبعا في وضع السموز خاص بالفريمات.
مهما كانت سرعة التحرك بتاعتك او اللي انت بتتنقل من مكان للتاني او من خلال مثلا عربية او اي حاجة، هتلاقي اللعبة ثابتة اكتر على 60 فريم، ما فيهاش تسقيط فريمات خالص. هو ممكن تقول ان الفريمات ممكن تنزل مثلا درجة او اتنين، ولكن مش بشكل لعب ببجي. هنا اللعبة ثابتة اكتر على 60 فريم. أقصى درجة حرارة وصلت لها الجهاز هنا هي 44 درجة، وممكن بتوصل في بعض الأوقات ل45، لكنها بترجع تقل تاني. هنا نقدر نقول إن الجهاز ده كويس جدا للألعاب، وفي نفس الوقت مميز جدا للناس اللي عاوزة تجربة 60 فريم ثابتة لحين دعم حاجات أعلى مثلا زي 90 فريم في الألعاب دي في أي التحديثات القادمة. في النهاية نقدر نقول إن الجهاز بتاعنا هنا بيقدم لك تجربة مميزة جدا، خصوصا في الألعاب، وخصوصا لو أنت بتحب الألعاب التقيلة دي اللي أنت هتلاقي درجة الحرارة بتاعته مش عالية جدا خصوصا للعب. وكمان الجهاز بتاعنا بالنسبة للشاشة بيديلك أداء متميز جدا، وبيديلك تجربة لمس رائعة، وبيديلك ألوان كمان وزوايا رؤية كويسة جدا. الألعاب هنا ثابتة على 60 فريم، فمش هتلاقي جهاز تاني هيديك تجربة 60 فريم بشكل ثابت زي الجهاز ده حاليا من تشاومي. في النهاية أتمنى يكون عجبكم الفيديو. للمزيد برجاء اعمل سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس، وللمزيد تقدر تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك باسم MA Review، هتلاقوا على أهم الأخبار وأهم المراجعات. شكرا ليكم وأشوفكم في فيديو قادم.